سر المقال الصحفي اللي خلص على سعاد حسني. قالوا عنها بتاكل من الزبالة ووزنها بقى 100 كيلو وريحتها بقت صعبة. تبدأ الحكاية لما كان الدكتور عصام عبد الصمد قاعد في مكتبه وفجأة كلمته سعاد حسني، وأول ما رد عليها لقاها بتعيط وبتقول له أنا تعبت من الدنيا وبقى الموضوع صعب عليا. فالدكتور عصام قال لها مالك يا سعاد، احكي لي أنا دكتورك الخاص. فسعاد حسني قالت له أنا جاية لك حالا هوريك مقال اتكتب عني في مجلة روزا اليوسف زي الهبل. فعلا راحت سعاد حسني للدكتور عصام العيادة ومعاها المجلة، وبقى يقرا بصوت عالي قدامها وقدام مراته، وقال ان المقال بيقول ان سعاد حالتها النفسيه سيئه جدا ووزنها بقى 100 كيلو وبقت شبه غايبه عن الوعي، وان سعاد كانت معزومه في حفله زوجة سفير وكانت مبهدله وتاكل بطريقه غير حضاريه لدرجه ان الناس قرفت منها وسابتها، وان سعاد بتعاني من الاكتئاب وده هيخليها تخلص على نفسها. واول ما خلص الدكتور عصام قراءه